السلام عليكم، ازيكم يا شباب. طبعا من اكتر الحاجات المشاكل اللي بتقابل الديزاينرز لما يجوا يطبقوا الديزاين توكنز هي التسميه. التخطيط للنيمنج بتاع الديزاين توكنز بتاعتك وان انت تكريتها بياخد منك وقت كبير جدا وتفكير كبير. خلاص، تعال اوريك هذه التول الجميله اللي بتساعدك وبتوفر عليك وقت كبير جدا سواء وانت بتخطط في التسميه او وانت بتكريت التسميه، وازاي بتنقل الكلام ده على فيجما. وفي نهايه هذا الفيديو هقول لك ازاي تطلب ايرلي اكسس ان انت تطبق وتستخدم التول دي فور فري. خلاص، طبعا بما ان التسميه بتاعنا بتندرج تحت 3 انواع على حسب البريميتيفز او السيمانتك او الاوبشن توكنز، فخليني اقول لك هنا تعالى نكريت ال3 توكنز سيت كاتيجوري دولت واوريك ايه الاختلافات ما بينهم جوه. فهو هنا مثلا ممكن نقول انا عندي اوبشن توكنز وهنختار البريميتيفز، ماشي، ونقدر نضيف توكنز الثانيه هنا ونقول مثلا دي السيمانتك توكنز ونختار السيمانتك، ونيجي هنا مثلا ونقول دي الكومبوننت specific tokens. خلاص، تعال اوريك كده الانترفيس بكل بساطه. هنا هتلاقي شويه عشان احنا مختارين في الفاونديشن هنا الكالرز، فهتلاقي اختيارات للكالرز، فاقدر اقول انا عايز اللون ده مثلا لكل الشيدز دي، او مثلا عايز كل الالوان دي عادي بس مش عايز الشيدز بتاعت الزيرو او ال 950 مثلا، واقدر اعمل جنريت. خلاص، واجي هنا اشوف كل الكالرز بتاعي اتعمل جنريت. طبعا لو عملت نافيجيت للفونت فاميلي هنا هتلاقي اوبشنز كتير للفونت فاميلي، وهكذا الفونت سايز سكيلز كتيره جاهزه ومتحضره ليك بحيث ان انت توفر عليه نفسك وقت كبير للسبيسنج والسايزنج وهكذا كله. خلاص، ولو جيت ليه مثلا السيمانتك فهتلاقي الاستراكشر هنا مختلف شويه. خلاص، على حسب بقى السيمانتك كاتيجوريز كانت كلر ولا تكست ولا ايكون ولا باك جراوند، ماشي، وهتلاقي اوبشنز كتير ماشي على حسب الاختيارات. حتى مثلا في الموشن هتلاقي في حاجات تدي لك نمبرز وفي حاجات تدي لك مثلا سترينج فاريبلز. فتعالى مثلا هنا اوريك مثال وليكن السيمانتك. الباك جراوند مثلا انا اقول انا عندي برايمري وسكندري واكسنت، تقدر كمان ان انت تضيف هنا وتقول مثلا سيرفيس. خلاص، وتختارها وتعمل جنريت، ماشي. لو جيت على الكومبوننت سبيسيفيك توكنز بقى، ودي فيها حاجات جميله جدا. هنا عندك ليست اوف كومبوننتس، تقدر تضيف اي اسم كومبوننت عندك جديد مثلا الشيب. خلاص، وتقدر تنافيجيت هنا وتختار. تعالى مثلا على سبيل المثال اوريك هنا حاجه حلوه جدا. الباتون بتاعنا بيبقى فيه فاريانتس كتير جدا. خلاص، خلينا نقول ان الباك جراوند كلر والتكست كلر والبوردر كلر في الباتون بتاعي بيختلفوا على حسب الفاريانت بتاع الباتون، سواء هو مثلا كان برايمري او سكندري مثلا او تيرشري. تعال نقول كمان عايز اضيف سكسس. خلاص، ماشي، وبيختلفوا برضو على حسب الستيت كانت ديفولت او هافر مثلا او فوكس او ديسيبل، تقدر تختار او تضيف بنفسك. في نفس الوقت هنا برضو تقدر تعدل ده كده فاريانت. خلاص، ولو لاحظت هتلاقي اوكي انا كده تمام ماشي، دي الكيسز بتاعتي. تقدر تختار اي كيس ثانيه وتقول له جنريت. هنا هتلاقي بقى لو لاحظت هتلاقي الاوتبوت بتاعنا هنا ايه؟ باتون ديفولت باك جراوند كلر برايمري. طبعا لازم يكون عندك نيمينج سيستم لو انت عايز تعدل هنا في النيمينج سيستم، فالموضوع هنا بسيط جدا. خلينا نقول ان انا عايز البرايمري دي تبقى في الاول، فعايز يبقى باتون برايمري مثلا ديفولت باك جراوند كلر. خلاص، فالبرايمري هو الفاريانت، فانا هخليه تاني واحد هنا كده دراج اند دروب بسيط. خلاص، وبيديك هنا اكزامبل كده وبيقول لك النيمينج سيستم بتاعك عامل ازاي. مجرد ما اعمل جنريت هنا هتلاقي كله اتعدل هنا، فبقى عندي باتون برايمري ديفولت باك جراوند كلر. خلاص، فهنا مثلا تقدر تقول مثلا ده ايه؟ ده الباتون كلرز، ماشي. تقدر كمان تضيف، انا عايز بقى الباتون بتاعي لسه فيه فاريبلز ثانيه كتير، فتقدر تقول مثلا هنا والله انا عندي البوردر ريديوس وعندي مثلا البادنج اكس والبادنج واي وعندي الفونت سايز، بيختلفوا في الباتون بتاعي مش على حسب الفاريانت ولا الستيت ولا اي حاجه، بيختلفوا على حسب السايز، مثلا سمول وميديوم ولارج مثلا. خلاص، وفي هذه الحاله انا الباتون بتاعي كفاريبل هنا انا عايزه مثلا يبقى باتون سمول بوردر ريديوس مثلا، فهنحط السايز في النص ونعمل جنريت. طبعا يا صديقي العزيز من الحاجات الجميله هنا بقى ايه؟ ان انت لما تيجي تبص على الاوبشن توكنز هتلاقي ان الاوبشن توكنز جايه بالفاليوز بتاعها مظبوطه، وجايه بال تايب بتاعها اوكي، والسكوب نون. سكوب نون عشان دايما الاوبشن توكنز مش بنربطها بالكومبوننت. لكن لما تيجي تبص على السيمانتك فهتلاقي ان الفاريبل اوكي كتايب مظبوطه، السكوب هنا مش متحدد عشان لسه مش عارفين، ان شاء الله في ابديت قريب اقدر احدد، بس يعني محتاجه تفكير مننا وشغل جامد شويه، فسايبينها السكوب كله معمل له سيلكت او سيلكت اول وانت هتحددها بنفسك. الفاليو طبعا ما عندناش اوبشن دلوقتي ان احنا نخليك بسهوله تربط السيمانتك توكنز دي مثلا بالاوبشن توكنز. خلاص، ان شاء الله في المستقبل يبقى عندنا حاجه زي كده.
لكن دلوقتي جايه باي ديفولت بفاليو واحده. الكومبوننت سبيسيفيك توكنز اللي جميل فيها ان السكوب بتاعها مظبوط. خلاص، فلو عندك باك جراوند كلر فهتلاقيها شيب فيل او فريم، لو عندك مثلا تكست كلر فهتلاقيها تكست فيل، لو عندك مثلا بوردر كلر هتلاقيها ستروك كلر. فكفيجما فاريبل سكوب هتلاقي الكلام ده مظبوط جدا. طيب خليني بكل بساطه اروح على الجنريت تاني واجنريت حاجات كتير عشان تحس قد ايه الكلام ده بيوفر عليك وقت، وتعالى اوريك بننقل الكلام ده كله في فيجما ازاي. دلوقتي احنا عندنا 90 فاريبل خاصين كلهم بالكالرز. ماشي، تقدر طبعا ان انت تعدل اي لون كلر هنا، تقدر ان انت تكتب برده اللون هنا، تقدر تضيف نيو كلر هنا عادي. ماشي، فتعالى نقول مثلا ده مثلا ماي كلرز. ماشي، هنا مثلا ممكن اجي اقول والله الفونت فاميلي. تعال نقول الفونت فاميلي فيها مثلا عندي تو لانجوجز، فعندي فونتس للعربي فونتس للانجلش. هعمل ده ازاي؟ الموضوع بكل بساطه خالص. هنا انا اقدر اضيف سيكشن جديد خلاص، واقول مثلا ده مثلا اللانجوجز بتاعي، وهنا نقدر نقول مثلا ده العربي وده الانجليش. خلاص، وفي هذه الحاله دي الفونتس الانجليش بتاعتي. خلاص، فاقدر اعمل هنا جنريت، وتعالى نشوف ده فونت فاميلي انتر انجلش. لا، انا عايز اللانجوج تبقى في النص. خلاص هنا هتلاقي عشان ده الفا فيرجن فممكن يكون عندنا اخطاء. لو لاحظت هتلاقي الفاليوز هنا مش مظبوطه. اعتقد لو رحت على البريفيو تاب ورجعت على جنريت تاني وعملت جنريت هتلاقي الفاليوز بقت مظبوطه. طبعا بما ان ده فونت فاميلي فهتلاقي الفاريبل بتاعك سترينج. خلاص، هنا اقدر اقول ده الانجليش فونتس بتاعي، ناخد دي كده كوبي، واقدر اكريت جروب تاني جوه نفس التوكن سيت اللي هي الاوبشن توكنز، واقول والله الفونت فاميلي انا عندي فونتس عربي، فتعال نختار مثلا الفونتس دي واقول ده العربي. هنا طبعا تقدر تعمل النيمنج اوردر من البدايه، والفاليوز والله جايه هنا مظبوطه وكل حاجه. ماشي، وبالتالي هكذا تقدر تقول مثلا ده الارابيك مثلا فونتس. ماشي، تقدر طبعا ان انت تضيف حاجات تانية. تعال نضيف سبيسنج، عندنا سكيل سبيسنج كتير. انا ما ارجحش ليك ان انت في نفس الجروب تكريت حاجه تاني. خلاص، علشان هتسكرول كتير وممكن ما تاخدش بالك فين اللي معمول له سelection هنا. يعني يفضل كل حاجه تبقى في جروب مختلف. لكن عامه لو جيت تقول مثلا انا عايز كمان السايزز خلاص تبقى موجوده في نفس الجروب ده، خلاص فهنا تقدر تعمل ايه جنريت. هتلاقي ان ضاف السايزز هنا. انا سوري عشان انا ما كنتش اخترت المقاسات اللي عندي، فمحتاجين نجنريت. بقوا 30 توكن هنا اهو، هتلاقي كل السايزز اتضافت. ماشي، طيب تعالى كمان مثلا نيجي على مثلا البوردر ويدث، نختار البوردر ويدث دول. تعالى كمان مثلا البوردر ريديوس نختار دول. طبعا تقدر تضيف سيكشن، تقدر تضيف فاليوز هنا، تحط السكيل بتاعك عادي جدا. الموشن هنا هعمل لك حاجتين عشان تتخيل. طبعا بما ان دي نمبرز فمحتاجه تبقى نمبرز في الكود، فلو جينا نعمل جنريت هنا هتلاقي حضرتك ان دي نمبر فاريبلز، الفلوت ده نمبر فاريبلز. لكن كموشن ممكن تكون انت محتاج تكتب في الكود تكست كسكريبت عشان تتحكم في يعني النعومه بتاعه الانيميشن نفسه. خلاص، فطبعا لو اخترت لون هتلاقي السيستم هنا عارف ان ده فاليو كتكست فهتبقى سترينج في الكود. خلاص، طيب فعلى السيمانتك احنا كنا عملنا للباك جراوند بس. تعالى اوريك مثال تاني وليكن مثلا للبوردر. ماشي، البوردر عندك هنا اوبشنز كتير، لكن ممكن تكون محتاج اوبشن تاني. وليكن انا عايز مثلا اقول مثلا بوردر مثلا ساتل مثلا ميديوم سترونج. خلاص، على حسب القوه بتاعه درجه اللون، واقدر هنا اعمل جنريت. خلاص، تقدر كمان مثلا وليكن في الموشن اقول والله انا مثلا عايز اضيف سيكشن تاني. وتعالى نقول انا هنا مثلا عايز اقول الموشن ديوريشن مثلا تبقى مثلا ايه انستنت او مثلا شورت او مثلا لونج مثلا يعني. خلاص، تقدر برضو ان انت تعمل جنريت وتختار النيمينج سيستم بتاعك. خلاص، وهكذا تقدر تقول والله في الكومبوننت سبيسيفيك توكنز تضيف حاجات تانية كتير. احنا كنا بنتكلم على الباتون، ضفنا اعتقد في الجروب دي الباتون. ده كان اللي بيختلف على حسب الباتون سايز، ده ممكن نسميه مثلا باتون سايز وهكذا. طيب تعالى اوريك الكلام ده كله. لما نيجي نروح هناك نختار الاوبشن توكنز هنا هتلاقي عندنا 153 توكن. خلاص، هنا عندي كل البوردر ريديوس وكل البوردر ويدث مظبوط بالفاليوز. هلاقي كل الكالرز بتاعتي مظبوطه. خلاص، هلاقي كمان الفونتس عندي جوه هنا دي الفونت فاميلي. ماشي، احنا ما اخترناش فونت سايز. خلينا برضو هنا نيجي نضيف جروب جديد كده ونقول ده الفونت سايز. نختار هنا كده عشان عايز اشوف الجروبنج هناك بقى عامل ازاي. جوه الفونت هلاقي الفونت فاميلي وهلاقي الفونت سايز. خلاص، والفونت فاميلي هلاقي جوه العربي
والانجلش مظبوطين، وادي الموشن هتلاقي فيه نمبر فاريبلز هنا اهو، وهتلاقي فيه السترينج فاريبلز مظبوطه، والسايزنج والسبيسنج وكل حاجه. في السيمانتك هتلاقي كل حاجه، ادي الباك جراوند بتاعنا اللي ضفناها، ادي البوردر بتاعنا اللي ضفناه، عندك كمان الموشن ديوريشن كله مظبوط. خلاص. الكومبوننت سبيسيفيك توكنز، بان بقى الباترن كان عندنا في حاجات كتير، فلو برايمري وسكندري وسكسس وترشري اي واحد فيهم هتلاقي فيه جواه الستيتس كديفولت وديسيبل وفوكس وهوفر، واي واحد فيهم هتلاقي فيه طبعا ال 3 كلر فاريبلز بتاع الباك جراوند كلر والتكست كلر والبوردر كلر. خلاص. طبعا لو جينا نتكلم على الباترن سايز، فعادي هنا هتلاقي ان عندك هنا الباترن، ادي السمول وادي الميديوم وادي اللارج، وكل واحد فيه الفاريبلز اللي بتتحكم فيه. طيب باخد الكلام ده ازاي على فيجما؟ الموضوع بكل بساطه عندك هنا تو اوبشنز اللي افيلبل دلوقتي، يا اما تكسبورت الكلام ده كجيسون وتروح على فيجما تعمل امبورت، او تكوبي فيجما سكريبت وتفتح الكونسول في فيجما وتعمل بيست للكود. الاوبشن الثالث ان شاء الله جاي قريب، ان انت تكوبي الكود هنا كجيسون وتروح تحطه في توكن ستوديو بلوجن او ستوديو بلاتفورم مثلا. خلاص. فتعالى اوريك مثلا لو عملنا اكسبورت هنا كجيسون، خلاص، فهتروح على فيجما عادي، هتفتح فيجما فاريبل، هتعمل امبورت، هتختار الملف، هتلاقي فيه كل التوكن سيت. طبعا بما ان احنا عملنا اكسبورت للاوبشن توكنز بس، فهتلاقي هنا طبعا هنا ما بيقولكش اسم الكوليكشن، فمحتاج تسميها من تاني، ومحتاج برضو تعدل ده. خلاص. لكن هتلاقي هنا كل الكالرز بتاعك مظبوطه. خلاص. والفونت فاميلي الانجليش والارابيك، وده برضه سترينج، وعندك كمان الفونت سايز نمبر والسبيسز. لحد دلوقتي في مشكله صغيره، ان لما بنعمل اكسبورت للكود از جيسون ونعمل له امبورت في فيجما، السكوب هنا مش هتلاقيه نون زي ما كان موجود هناك، لكن هناك طريقه اخرى جميله جدا. ماشي. الطريقه دي حضرتك ان انت هنا هتعمل كوبي لفيجما سكريبت، وكوبي فيجما سكريبت ده معناها حضرتك ان انت محتاج تروح هنا رايت كليك بلجنز، ماشي، ديفلوبمنت، تعمل شو للكونسول، هتيجي هنا حضرتك هتعمل بيست. طبعا انا لو عملت بيست اول مره، بما ان ما عنديش ولا كوليكشن هنا، فهيديني ايرور. خليني اوريك. خلاص. محتاج على الاقل يكون عندك اي كوليكشن. طيب انا دلوقتي هنا لو عملت بيست تاني وعملت انتر، هتلاقي الاوبشن توكنز نزل ال 166 توكن بتوعنا مظبوطين هنا، اللي هم كانوا هنا اهو، وهتلاقيه مظبوطين. طبعا سمى هو الكوليكشن مظبوط، وسمى المود بتاعنا مظبوط. في هذه الحاله انا ممكن ادلت دي عادي، مش عايزها. خلاص. فهتلاقي كل الكالرز، وهتلاقي طبعا هنا الفاريبل سكوب مظبوط. خلاص. وادي يا سيدي السايزز والسبيسز، وادي كل الحاجات. بص هتلاقي كل السكوب مظبوط، وايه الفاريبل تايب وكل حاجه شغاله مظبوطه. تمام. جميل جدا. طيب ممكن بكل بساطه تيجي هنا على السيمانتك وتقول برضو كوبي فيجما سكريبت، وتيجي هناك بيست انتر، هتلاقي ضاف لك السيمانتك توكنز هنا ال 10 فاريبلز بتوعنا. خلاص. موجودين هنا اهو. وطبعا لو جينا على الكومبوننت سبيسيفيك توكنز كان عندنا 60 توكن، هنروح هناك على فيجما هنعمل بيست برضو، هتلاقي الكومبوننت سبيسيفيك توكنز بتاعك اتضافت كلها، ادي الباترن البرايمري الديفولت، وهتلاقي كل حاجه مظبوطه. وبما ان ده بوردر كلر هتلاقي السكوب بتاعه مظبوط، بما ان ده تكست كلر فهتلاقي السكوب بتاعه مظبوط، وهكذا. ناقص بس ان انت في السيمانتك والكومبوننت سبيسيفيك توكنز تربطهم بالفاريبلز الثانيه اللي عندك. خدت بالك؟ طيب اخر فيتشر مهمه جدا هنا، ماذا لو صديقي العزيز انت دلوقتي عايز تسيف كل المعلومات دي از بروجكت، بان احنا دلوقتي لسه الفا فيرجن، فما عندناش لوجن ولا ريجستريشن. فالموضوع بكل بساطه خالص ان حضرتك بتيجي هنا تعمل اكسبورت. ماشي. طبعا انا عايز اقول لك ان انت ينفع يبقى عندك اكتر من كوليكشن تحت كاتيجوري الاوبشن توكنز. ماشي. ممكن يبقى عندك حسب البروجكت بتاعك، يعني مش زي ما فيجما كده يبقى عندنا اكتر من كوليكشن. المهم ان الكوليكشن لازم تكون يا اما بريميتيفز، يا اما سيمانتك، يا اما كومبوننت سبيسيفيك توكنز، بغض النظر عن التسميه. حتى هنا انت تقدر ان انت تسميها. خلاص. طيب بما ان احنا عملنا دلوقتي اكسبورت، نقدر نعمل كلير لكل البروجكت بتاعنا ده. خلاص. فتيجي هنا عادي تقدر تعمل كلير، هيجيب لك كل حاجه، يعمل ريست زي البدايه خالص. لكن في هذه الحاله بما ان احنا عملنا داونلود البروجكت بتاعنا، فممكن نقدر نعمل امبورت تاني خالص، فهتلاقي كل حاجه جت بالتسميه بتاعتك بالسلكشنز بتاعتك محفوظه، تقدر ان انت تكمل شغل عليها وتعدل عليها وهكذا. ماشي. هنا برضو السيمانتك توكنز هتلاقي كل السلكشنز بتاعتك، في الكومبوننت سبيسيفيك توكنز برضو هتلاقي نفس الكلام. طيب يا صديقي العزيز، هذا التوكن جنريتور ازاي تاخد اكسس عليه؟ الموضوع بكل بساطه ان انت هتيجي على ديزاين توكنز تول بوكس، فهتلاقي ان احنا عندنا هنا اكتر من تول. الثيم مانجر اتكلمنا عنه فيديو تاني، وهتلاقي برضو
التوكنز جنريتور ده اللي اتكلمنا عليه النهارده، وهتلاقي برده الفيجما بلجنز اللي هي كانت فاريبل تو جيسون. خلاص، فانت من اي مكان عادي خالص هتعمل هنا جيت ايرلي اكسس، هتملى الفورم، هيجي لك بعدها ايميل من عندنا باللينكات بالكريدنشال بكل حاجه عشان تقدر تستخدم. اتمنى ان حضرتك تساعدنا ندور هذه التولز، وتيجي على التليجرام كوميونتي لو انت مش موجود عليه اعمل جوين وشير معانا الاكسبيرينس، مفيش مشكله خالص. مشكورا لو عملت شير على خبرتك او قد ايه انت شايف التول دي حلوه ولا وحشه، او ايه العيوب او ايه المميزات على لينكد ان. وكل ما يقابلك فيتشر مهمه انت شايف ان محتاجه تضاف، او في ايشو او بج محتاج يتعدل، ابعت لنا على تليجرام. ما تنساش طبعا لو وصلت لهذا الفيديو فانت طبعا مشكورا من اصدقائنا الاعزاء تعمل لايك وسبسكرايب للفيديو ده على اليوتيوب. ده كان الفيديو بتاع النهارده، اتمنى ان هو يكون سهل وبسيط وعجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.